السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا جماعة دلوقتي ده سلك دش اهوت مقطوع، مش مظبوط، عايز يتظبط لان ما ادانيش اشارة. وببص فجأة لقيته ده فك. طبعا معظم اللي بيروحوا يلحموا السلك الدش ما بيلحموش بالطريقة المظبوطة، اللي ما بتديلكش اشارة ما بتبقاش كويسة. هنتعلم مع بعض دلوقتي ازاي نقشر سلك الدش بطريقة حلوة ويديك اشارة مظبوطة، ويبقى جودة الاشارة حلوة كمان. طبعا هنقطع الجزء اللي هو دوت خالص. ممكن حد طبعا يكون بيعرف يلحمه بطريقه زي دي، او بطريقه مثلا ما تكونش كويسه شويه. يقول طب ما احنا كلنا بنعرف نعمل الدش يا جماعه. انا بقول حاجه للناس اللي ما بتعرفش تعمل حاجه زي كده علشان تستفاد وربنا يكرمنا من وراهم بحاجه او بدعوه او بكده. دلوقتي هقشر ده. طبعا انا مش عايز اخش بالقطر مره واحده علشان ما يقطعش الحتت الرفيعه دي. اجيب البنه بتاعتي اهي. اقشر تقشيره صغيره السلك الداخلي ده، واقوم جاي رابط دي كده. لما اشوف الجزء الابيض اللي جوه ده بقى بسوى الحته المسطحه اللي جوه دي، يبقى انا كده وصلت افضل اربط لحد ما اوصل له كده. بقى مظبوط كده يا جماعه. طبعا مش هسيبه الطول ده علشان ما تبوظليش الريسيفر بتاعي. هقص الطول ده، هسيب جزء صغير خالص جوه كده وليكن كده. كده جميل قوي. وهاجي في الاخر حته شوكرتون، اقوم جاي لاففها هنا كده علشان ما تفكش معايا بسهوله بعد كده لما اجي اعمل اي حاجه. اللي استفاد من الفيديو يا جماعه يدعي بس دعوه، بس مش هقولك عايز لايك ولا شير ولا، لا بس تنفعنا في الزمن ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.